فين المات بتاعتي؟ طيب اول حاجه انا عايز اجيبها بعد عمليه الاي سي ال الفرد. الراجل بتاع الاي سي ال ده هيبقى عايز ايه؟ هيبقى عايز يفرد، وهو دلوقتي هتلاقيه رجله عامله كده، ولا بتتفرد ولا بتتني. هتيجي تتني هيقول لك اخره كده، ممكن تدوس له عليها حاجه بسيطه هتلاقيه برضو بيتوجع جامد قوي. طيب التاني بتاعه هتلاقيه بيعمل لك كده، خلاص كده جاب اخر التاني بتاعه. طب انا عايز ازود الفرد وعايز ازود التاني. اول حاجه انا عايز الصحصح الاماميه كده تشتغل معايا، فهحط له فوم رولر تحت رجله واقول له اطلع على قد ما تقدر. هو هتلاقيه بالظبط، انا هحاول اقلد بتاع الاي سي ال بيعمل ازاي، هتلاقيه بيعمل كده بالظبط، بيحاول يثبت وينزل. اقول له اطلع بالراحه واثبت وانزل. طب عرف يجيب اكتر، انا ممكن اقوم زقه من عند الانكل شويه، اديله سنه كده. فانا في التمرين ده بشتغل على حاجتين، باكتيفيت الكوادريسبس وبزود له الفرد بتاع ركبته. حلو. طيب انا عايز بقى ازود الفرد بس من غير ما اعمل له اكتيفيشن للكوادريسبس. عندي طريقتين، يا اما زي ما هو نايم على الارض كده بس اجيب له بلوك، اجيب له اي حاجه ان هو ممكن يحطها تحت ركبته وافرد له عليها ركبته واقول له اثبت بقى في البوزيشن ده كده 5 دقايق مثلا. فانا هنا اهو كعب رجلي على البلوك، سيب رجلك. ممكن اخليه يثبت كده واحط له وزن على رجله. هقولها بعد دي، بس دي اسهل حاجه. هو اصلا عمره ما هيجيب الفرد بتاعي الاخير ده، هو هيبقى هنا. هو اصلا الانالويد دي معلش برضه دي بتعمل لكس، يعني لو لسه دي بتعمل تعذيب ده حقيقي، بس يعني ساعات بنضطر نستخدمها يعني. لا وممكن في الاكيوت على فكره، بس طبعا لازم نمونيتور البين، لازم. ما اقدرش ان انا اسيبها كده، ما اقدرش اسيبها. بس برضه هو مش بيزود اللاكستي للدرجه، عادي يعني. في ناس كتير اشتغلت معاهم كانوا بيعملوا ده من اول يوم وزي القرود دلوقتي بيجروا وبيعملوا كل حاجه. هقول لك هنعملها ازاي، بس احنا دلوقتي محتاجين نسيبه كده ونقول له بقى ايه، اقعد العب بقى في الموبايل شويه مثلا، واقعد كده وخلي رجلك مفروده لمده مثلا 5 دقائق، ماكسيمم 10 دقائق، هتلاقي رجله بتفرد واحده واحده. طيب عملت له سيشن في الثانيه بالتمرين ده ولقيته خلاص واقف عند حته معينه، لازم بقى ابدا استخدم معاه اسلوب ان انا ازق شويه الفرد ده. فين البوكس؟ فين؟ عايزين بوكس، عايزين حاجه عاليه، ولا لا بلاش ده عشان مش هنقعد نحرك. هناخد الكرسي ده، بس احنا في العادي هنحط بوكس عشان تبقى حاجه ستيبل شويه. وهجيب كيتل بيل، هجيب حاجه خفيفه في الاول او دمبل، واجيب بند واربط البند من هنا، دخل البند من جوه الكيتل بيل. انا اهو شديت عليه اهو جامد قوي، اخده لفه كمان كده عشان يبقى قصير. وبعدين اقعده، اقول له افرد رجلك على الكرسي او البوكس اللي قدامك. فرد رجله اهو، هو مش جايب غير كده. هقوم ملبسه الكيتل بيل دي هنا. طبعا هو مش هيعرف يعمل معايا كده، انا اللي بلبسه واجيبها له لحد ركبته هنا. هيحس ببين، طبعا هيحس ببين، بس هيحس ببين مش جامد قوي، هيبدا يقل وهيبدا هو يأدب. واقول له بقى اقعد كده مثلا 5 دقايق عشان نجيب الفرد بتاع الركبه. اي رهاب انا هقوله النهارده هو ممكن يتطبق على اي حاله غير الاي سي ال. كويس، اللي هيعرف يا رهاب اي سي ال من اول يوم يجيب فرد وتاني هيعرف يرهاب اي مشكله تانية. حلو. فركزوا معايا قوي في الستيجز كلها، عشان انت لما يجي لك عيان باتيلر تندينوباثي هتعمل معاه حاجات مش دي، هتعمل معاه حاجات من الميد ستيج مثلا. لما يجي لك عيان عنده كسر في ركبته هتعمل معاه دي، لان هو غالبا مش هيبقى جايب فرد وتاني. اوكي. فانا حلو، ممكن اعمل كده فعلا. ممكن انيمه، ما هو رجله بره السرير. لو انت في الجيم ممكن يبقى الموضوع مش اكسسبل قوي. في الروم ممكن تنيميه على بطنه اهو، طلع رجلك بره سيبها تقع. وممكن كمان اربط له البند، اربط له الكتل بيل واخليها تزقه لتحت، بس هتبقى اصعب شويه من لو هو نايم على ظهره. يعني هو نايم على ظهره احسن شويه، بس ممكن انيمه برونو واعمله نفس الحاجه. ابتدي هو نايم على ظهره احسن. ودايما يا جماعه ابقى في سيف انفايرمنت.
يعني لو انا في واحد قدامي مثلا بيلعب بدمبل تقيل شويه، لازم ابعد العيان، عشان ده لو رمى الدمبل العيان اللي معاه ده عمره ما هيعرف يتحرك، هكسره. يبقى انا لازم ابقى في سيف انفايرمنت، احاول اللي حواليه كله يبقى الدنيا فاضيه، مفيش حد بيلعب حواليه. يبقى قلنا في الفرد الفوم رولر، حلو، وقلنا في الفرد اجيب له فرد بس بالكتل بيل. طيب تعالوا كده نجرب بقى موضوع الفرد بس ده كله كده ينام على الارض، يجيب له بلوك، هتلاقوا البلوكات هناك في البنش. عايزكم بس تحسوا بالاحساس بتاع ان انا فارد ركبتي، عشان تعرف ان لو انت سليم وفارد ركبتك اصلا هتبقى متضايق. ممكن فوم رولر، عايز اي حاجه تعلي رجلي. بس تخلي كعب رجلك عشان ما يقعش، خلي كعب رجلك هو اللي على البلوك. ايوه بس كده بالظبط. يلا يلا خدها. افرد بقى ركبتك كده على الاخر، خلي مشط رجلك عليك، خلي كعب رجلك هو اللي على البلوك، يعني طلع بالظبط كده. ايوه نثبت كده هنا. انت معكيش بلوك، خدي بلوك اهي، خدها اهي. ومعكيش مات؟ مفيش مات، نامي على الارض بقى، خدي المات بتاعتي. خدي، انا مش هستخدمها. ماشي، لو انا قعدت كده اصلا دقيقه ركبتي هتوجعني غالبا يعني. فعشان تبقى حاسس بالاحساس اللي العيان بتاعك حاسه، لو البين بتاعه زاد شويه جامدين، بقى مش قادر يستحمل خالص، والخمس دقايق ما خلصوش، مش لازم اقعد اضغط عليه لحد ما الخمس دقايق يخلصوا. ماشي، لو قعدتي، لو ايه، في حاجه مهمه بقى في حته الهايبر اكستنشن دي، لازم تشوف الرجل التانية بتاعت العيان عامله ازاي. مش كل الناس عندها نفس درجه الفرد، خلاص ريحوا. مش كل الناس عندها نفس درجه الفرد. يبقى الطبيعي، تعالى كده اقعد على نام على ظهرك. الطبيعي اللي عند معظم الناس، ارجع ورا خالص وخلي رجلك كلها على البنش. لا، خلي رجلك كلها على البنش. كمان ارجع ورا كمان، اي رجل مش فارقه، طلع دي. بصوا الطبيعي ان هو يبقى بيجيب فرد للاخر من غير وجع، وان انا لما ارفع كعب رجله يجيب معايا شويه هايبر اكستنشن. طب في ناس عندها هايبر لاكستي، ممكن تلاقي ركبته اصلا بتروح ازيد من الرينج ده. طب في واحد ما عندوش هايبر لاكستي وبيجيب زيرو بس، يعني هاجي اعمل كده الاقي دي ما بتطلعش. لازم اقارن بالرجل التانية، لازم اشوف السليمه عامله ازاي، عشان ما احطش احلام على الرجل اللي على النورمال اللي انا بشوفه، وفي الاخر ما اعرفش اجيب الرينج، ويطلع اصلا انه ده الرينج الطبيعي اللي هو ان انا مش لازم اجيب بعد الزيرو. حلو. طيب الساوند ليم بقى بقارن بالرجل التانية. لازم في اي حاجه في العمليات، في اي حاجه لازم تكمبير او تبقى شايف الرجل التانية عامله ازاي عشان تقدر تحط البلان بتاعتك صح. حلو. ايه التمرين اللي بعده؟ ستريت ليج ريزز. كله كده يقعد على كوعه، افرد رجلك الاثنين، شيل البلوك بقى خالص، خليك على كوعك بقى. ايوه، افرد رجلك الاثنين، ركبتك مفروده على الاخر. طبعا عيان الاي سي ال مش هتبقى ركبته مفروده على الاخر، ولكن هو هيحاول على قد ما يقدر. خد مشط رجلك عليك، كل دي انستراكشنز بقولها له. ارفع رجلك وهي مفروده، رجل واحده. حلو قوي. كل ده مش صح، لان انا بعد يعني غالبا بعد ما هطلع 30 ديجري هتبدا اصلا الكوادريسبس تفصل مني، فانا محتاج اطلع في الرينج اللي هي بتشتغل فيه وانزل. اطلع كده. ايوه، هنطلع 30 بس لحد هنا. لا ما تخليهوش يطلع، ممكن ده بروجريشن منها. شايفين اللي هو بيعمله؟ احط له حاجه، احط له دي مثلا هنا اهي، واقول له عدي رجلك من فوقيها للناحيه الثانيه، تلمس وتطلع تاني للناحيه الثانيه، تلمس وتطلع تاني. لو الاكستنشن مش كامل يبقى انا هجيب الرينج الصغير قوي اللي هو قادر يعمله. حتى لو الاكستنشن مش كامل، هو بص، هو على حسب الاكستنشن مش كامل قد ايه. يعني الاكستنشن مفيش خالص مثلا 10 ديجريز لدرجه ان هو رجله عامله كده، مش هعمل له طبعا ليجريزز. هعمله ليجريزز امتى؟ لما يبقى باين قدامي ان ركبتي مفروده شويه. حلو، فاقدر اجيب بيها ليجريزز عادي. لكن هيبقى عامل كده ويطلع، هو اصلا هيبقى بيشغل الفليكسورز، مش هيبقى بيشغل رجله اصلا من قدام. يعني لو في 5 ديجريز عديها له، بس تتاكد من حاجه. 3 في 10، يعني دي تمرين سترينثينج 3 في 10، 3 في 12، 3 في 15 يوم ما يعني ازود معاه قوي. بس تاكد من حاجه مهمه قوي، اعمل التمرين كده
احط ايدي على الاماميه، اطلع كده. الاماميه شغاله، احس ان الاماميه شغاله. طب اتني ركبتك، اتني كده ركبتك شويه واطلع كده. هتلاقي في فرق كبير قوي، الاماميه هنا مش شغاله زي ما هي كانت شغاله وركبته مفروده، يبقى هو كده بيعمل التمرين غلط. اجل التمرين ده شويه. تعالى نبدا بالفرد الاول، اجيب الفرد وبعدين بعد ما اجيب الفرد ابقى اعمل له ليج ريزز لو انا قادر يعني. طيب تمرين كمان، انا قاعد اهو، بس خلي العيان يبقى قاعد رجله مش على الارض، رجله مش لامسه الارض. كويس. اعمل اكستنشن على قد ما تقدر وارجع. طبعا هو مش هيجيب الرينج ده كله، فانا هخليه يطلع على قد ما يقدر. ده اخرك في بين، في بين. طب ارجع بالراحه، اطلع ارجع بالراحه. يبقى انا كده دلوقتي قلت مثلا حوالي 5 تمارين اجيب له بيها اكستنشن. اول حاجه ايه؟ احط له فوم رولر تحت ركبته واخليه يزق على قد ما يقدر. تاني حاجه اعمل له ليج اكستنشن وهو قاعد. طب هل هو ده زي ما كنا بنتكلم من شويه ده اوبن تشين؟ هل هو ريسكي؟ لو بيتمرن في الرينج اللي هو قادر عليه ومن غير وزن اول يوم بعد العمليه ده مش ريسكي. لكن ما اروحش احط له وزن في اول يوم او اول شهر بعد العمليه واقول له زق وهو يفضل يصوت. وفي على فكره عيانين بيبقوا الباك جراوند بتاعتهم ان انا لازم اتوجع عشان اتحسن، فده غلط. ده غلط. حاول تصلح له الحته دي. هو ممكن ما يتصلحش بس حاول على قد ما تقدر تقول له بص احنا مش لازم نحس ببين جامد، لو انت حاسس ببين قليل دي حاجه كويسه ماشي مفيش مشكله، تعالى نكمل، البين ده هيقل بس مش لازم ابقى موجوع قوي عشان ابقى بتحسن. في ناس خلي بالك مقتنعه ان التاني مثلا ما بيجيش غير بالوجع. كان معايا واحد عامل صليبي قديم ولسه عامل جديد، هو مقتنع ان عمره ما هيجي، ان هو مش هيجي غير بالعافيه عشان احنا ما بنعملش تاني بوجع، فهو التاني مش هيجي ان انت كده اصلا انت مش هتجيب تاني، مع ان انا جبت تاني كتير قوي من غير اي وجع، زيرو وجع، زيرو وجع. حد عنده اي افكار لتمارين تانية ني اكستنشن؟ كواد سيتس حلو قوي. كواد سيتس دي بقى طول اليوم مش في التمرين بس، دي ممكن نعمل فيها 100 بالذات اول فيز بعد اي سي ال، بعد عمليه بعد اي حاجه. اعمل كواد سيتس لحد ما رجلك تفاير. كده كده اي لود هتحطه عليها من الكواد سيتس عمره ما هيبقى زياده، عمره ما هيعمل لك مشكله. ماشي. البند مثلا عشان تبقى ممكن بالبند بس هو لو في البيت ممكن، بس هو لو في البيت مش هيبقى معاه بند. فانت طول ما انت قاعد ايه اي حاجه ممكن، بس طول ما انت قاعد افرد وتني. طول ما انت قاعد في البيت خلي رجلك مفروده. في جراحين اصلا اللي هم بيبقوا جراحين فاهمين شويه في الميكانكس والفانكشن بتاعت الجسم، عارفين ان الصليبي بيأثر على الفرد جدا. فبيقول للعيان تطلع من العمليه تروح البيت انت طول الوقت فارد ركبتك وحاطط لي عليها تلج. طب ليه حاطط عليها تلج؟ عشان ما احسش ببين. يقلل الافيوجن ممكن، بس عشان ما تحسش ببين. هو الجراح عارف انه لو الشخص ده قعد 24 ساعه ركبته مفروده مش هيحصل له مشكله. بس هو كده هيبقى عنده مشكله في التاني. ما هو بيتني، هو كده كده الشخص ده مش هيقدر. هو الجراح برضو بيأفور لان الناس معلش بعد العمليه بتستهبل. ماشي يعني انت ممكن يقول له الناس اصلا اللي بتتجبس بعد الكسر يقول لك انا هروح افك قبل ما الجراح يقول لي. طب انت يعني انت جبت منين الكلام ده؟ وما يعملش اشعه يقول لك اصل انا خلاص ايديا بقت بتتحرك، برضو مش منطقي. فانت بعد العمليه حاول تفضل فارد 3 4 مرات في اليوم، كل مره افرد لمده 10 دقائق. انا كنت عايزه اشارك بتمرين قولي لي. اللي هو من سايد لاين يعمل ماشي. بتفرق. من سايد لاينج يعمل اكستنشن. طب اشمعنى؟ انتي جرافيتي. اوكي عشان نبقى مش حاسس بالوجع صح؟ اه اقل على الركبه وبتيجي فعلا بتجيب معاه. وبستخدم بعديها ويت لغايه لما ارجعه على ظهري. اوكي. بتزقي بايدك يعني بتديله فورس ولا لا؟ ممكن هديله بس وانس ان هو ايه يعني بس هو الاول بيشتغل لوحده اكتف بيجيبها كلها على بيجيب. هو كان على سبورت. طبعا ما هو سوباين فيه جرافيتي فهو هيبقى حاسس بالوجع وحاسس بالتقل. بس سايد لاينج دي حلوه قوي. على فكره انا عمري ما استخدمتها من هو سايد لاينج، يعني عمري ما عملت، بس دي فكره حلوه ان انا وانا سايد لاينج لو هو مش قادر يجيبها خالص من سوباين تعالى نعمل ليج اكستنشن من سايد لاينج هتفرق معاه شويه بعد كده. في تمرين كمان ان انا احط البند، اربط البند في اي حاجه واخليه يعمل الفرد ده ريزيستد. خلينا بقى ننزله تحت شويه عشان اقدر احطه عند ركبتي كده اهو، وادخل رجله جوه واحطها عند ركبته وارجع لحد ما البند يبقى مشدود شويه،
وبعدين اقول له افرد. طبعا عيان الاي سي ال في اول شهر عمره ما هيجيب فرد كامل، بس هو هيرجع بالراحه يفرد، وبعد كده يرجع بالراحه يرجع بالراحه يفرد. بص لو انت مثلا بتتكلم في بعد اسبوعين 3 وانت شغال معاه من اول يوم هيقدر يجيبها. فانا بديك بروجريشنز، بس مش لازم تستخدم التمرين ده اول يوم، لا استخدمه بعد اول شهر، بعد اول اسبوعين 3. بمعنى صح. يعني يبقى بالبند بس شغال في الرينج اللي هو قادر عليه، صح. طبعا ممكن بس يعني لو هو اول اسبوعين ولسه موجوع بقى وسويلنج وبتاع، مش لازم ادوس عليه، يعني مش لازم اضغط عليه، بس لو هو مش موجوع تمام مفيش مشكله، يعني اعملي له بالبند عادي. حد عنده افكار تانية للني اكستنشن؟ ايه يعني يعمل كده ولا لا؟ قصدك يرفع كعبه من على الارض ولا لا؟ يرفع كعبه عشان يجيب فليكشن شويه، بعدين لما يزق يفرد للاخر يخلي كعب رجله على الارض. ماشي. طبعا لو هو قادر يجيب فول اكستنشن ده حلو جدا. ماشي. حد عنده اي افكار تانية للني اكستنشن؟ بس هو ساعات في اول فيز مثلا لما انت مش عايز تاخد تمارين كتير، بخليه مثلا يعمل ستريت ليج ريزنج من سايد لاين مثلا من برومبر على اساس يبدا ياكتف مثلا ان هو يرفع. اوكي. يعني عايز تشغل عضلات مختلفه، صح؟ صح. دي حقيقه. لو انت مثلا في اول فيز، بس مش هقول اول يوم، هقول اول شهر. كويس. على فكره خلوا بالكم ان معظم العيانين مش هيجوا لكم بعد اول يوم، لان اصلا الجراح بيبقى قايل له 4 اسابيع في البيت، ده مبدئيا. هو يجي لك بعد اول شهر هيبقى اصلا داس على رجله شويه، قادر يحط رجله على الارض، بيتمشى، بيفرد وبيتني برينج معين. فانت مثلا خلاص انت عملت له كل تمارين الفرد، خلصوا في نص ساعه، مش هينفع تمشيه. طب ما تيجي نعمل اكسرسايزز للجلوتس مثلا، تعال نعمل هيب بريدجز. نام على ظهرك واتني ركبك وارفع الهيب لفوق، شغل الجلوتس. هل ده هيضرني في حاجه؟ لا. هل ده هيفيدني؟ هيفيدني. طبعا هيقدر يعمله. لا هيقدر، بس هو بقى في حاجه مهمه. تعالوا كلنا كده نجرب نعمل هيب بريدجز. هننام على ظهرنا، هنتني ركبنا، هتريح راسك على الارض وهترفع الجلوتس لفوق وانزل بالراحه. عيان الاي سي ال لو ما بيجيبش تاني عمره ما يوصل للتاني اللي انا جايبه ده، فهتلاقيه بيعمل كده. مش غلط. قول له لا. هامسترنج لو كعب رجله هو المرفوع. لو كعب رجله مرفوع هامسترنج. طب لو حاطط رجله كلها على الارض جلوتس. حتى لو فتحت الرينج. يعني ايه لو فتحت الرينج؟ لو وسعت الرجل ما هو كده مش هيجيب ما هو كده اترفع. هظبطها. ممكن تحس بيها شويه كده كده، بس مش 100%. لو ايه؟ يعني ايه هاي بريدج؟ اللي هو على بوكس طبعا. لو هو نايم على الارض ورجله فوق ده هامسترنج 100%. لكن لو هو ظهره هنا وبينزل وبيطلع ده جلوتس طبعا، ده جلوتس. ركزوا بقى في البريدجز قوي ان هو ما يرجعش بظهره لورا، ما يعملش كده، لان هو كده بقى بيشغل ظهره. مش غلط، مفيش اي حاجه غلط، بس انا مش بستفيد. يبقى انزل واطلع بالراحه، اقول له شغل الجلوتس جامد وانزل والتشيست بتاعك ثابت. هتحس من النظره ان هو شكل الحركه مختلف. الاولانيه كان بيعمل كده، والتانيه لا، هو مثبت ده وبيطلع بالراحه وبينزل بالراحه. طبعا ده هيبقى صعب في اول يوم، في اول شهر بعد العمليه، بس اللي هيبقى سهل انك تعمله له على الارض. لو ما بيجيبش فليكشن كويس، عادي خلي رجله قدام شويه واعملها له من غير فليكشن. انت كده كده مش هدفك من التمرين ده ان انت يعني تدخله بطوله اقوى واحد في الهيب ثراست. انت هدفك تاكتيفيت كل العضلات بس. هو انا لما بعمل كده ليه الهامسترنج بس؟ ده سؤال حيرني بصراحه، عمري ما لقيت له اجابه، حتى سالت كذا حد عمري ما لقيت له اجابه ده بجد. بس هي حاجه ليها علاقه بالبايوميكانكس اكتر، بس ما اعرفش تفاصيل بصراحه ليه. لما كده كده شغاله يعني اكيد، بس ليه الفكره؟ يعني ليه لما بتبقى على كعب رجلك الهامسترنج تشتغل، ليه لما رجلك تبقى على الارض الجلوتس تشتغل؟ انا ما لقيتش للسؤال ده اجابه بصراحه. ممكن نسال شات جي بي تي، ممكن يقول لنا يعني. بس سالت حتى كذا حد ما ادانيش. يعني في حد قال لي مش عارف اصل الفورس، وما فهمتش يعني هو عايز يقول ايه، بس يعني هي بتشتغل طالما انت حاسس بيها. اوكي. حد عنده افكار تانية للفرد؟ في اي تمارين تانية؟ ممكن اشتغل دورس فليكشن. اللي ايه بقى؟ عشان دورس فليكشن لما بيزيد هيزود الاكستنشن. مش قوي، انكل اكتر. هو الفكره بس
بس هي بتريليت شويه بالنيورو بس شغاله في الاورثو. ايه بقى؟ ان انت بتدي ريزيستنس لاي حاجه اكستنشن، يعني اي حاجه بيعرف يعملها او ايفن هاد فلكسرز هتلاقيه رقم واحد. صح، دي في الهايدرو كمان. او قولي لي تاني. يعني انا مثلا شغاله هو عايز يعمل اكستنشن حلو. صح؟ لو اديت ريزيستنس للهيب فلكسرز هو هيحاول يعوض بالعضله اوكي، اللي بعدها. فيعملها كانها كومبنسيشن يعني. نفس في حاجه اسمها سي ام، المهم يعني اوكي. ريزيستنس للرجل التانية. ده رجل ماشي. بس اوكي يعني اوكي، جامده قوي يعني، فهيبدا يعوض. اوكي، ده ممكن لو يئست تعمل معاه كده يعني لو جبت اخرك. ايوه، في اوحش الظروف فعلا. طيب احنا كده تقريبا قلنا كل حاجه ني اكستنشن ريليتد في الاول. طيب فليكشن بقى. فليكشن بقى، عايز اجيب فليكشن للشخص ده. حط سلايدرز. ابسط حاجات يا جماعه في الفليكشن هتجيب معاه. فليكشن بيجي اسهل بكتير من الاكستنشن، ماشي؟ فابسط حاجه اللي ايه؟ انا لا مش عارف انت تقصد على ايه. اللي هو انت قاعده بس دي بعد شويه ما تجيب رينج ده تبدا بقى تحمل عليها من قاعده الركوع. قاعده الركوع. ماشي. ما انا قاعده السجود هقول عليها. اول حاجه انا هبدا بيها فليكشن عادي خالص، بسيطه قوي. اعملها 200 مره في البيت طول ما انت قاعد. حرك على حسب. لو انا هقدر ادحرج رجلي هنا في سيرفيس عاديه تمام. سيرفيس خشنه او هتقرفني حط سلايدرز مش مشكله. بس هات اولا ريح الرجل الثانيه، ما تخليهاش مفروضه طول الوقت انها توجعه. فاتني رجلك الثانيه وحرك اوصل لاول ما البين يظهر ارجع. طيب في حاجه انا كنت بعملها مع حد عشان كان فليكشن عنده صعب. اقعد كده ماشي، رجلك دي مش فارقه عامله ازاي، المهم ان انا دي اللي فيها الاصابه هتتني. اول ما توصل للرينج اللي انت قادر عليه دوس بايدك. دوس بايدك شويه، او ممكن يحط بند او فوطه او اي حاجه يلفها حوالين رجله ويشد جامد عشان يجيب فليكشن. ما هو انت لو فضلت تعمل كده طول عمرك مش هتجيب فليكشن. انت عايز تحط ستيمولاس ازيد شويه. طب انت لقيته بيعمل كده وبيصوت، يبقى اكيد ده مش مناسب ليه دلوقتي. قلل له شويه اللود. لكن لو هو مناسب وبيعمل كده بس بيغير ملامح وشه مش مشكله. معلش تعالى بس عشان نجيب فرد هنعمل كده وهندوس جامد لحد الرينج اللي انت تقدر تجيبه، بعدين نزود. تمرينه تانية مهمه. ايه؟ لا انا ما بقتنعش خالص بالبي ان اف. انا عارف انتوا يعني انا خدته في الكليه للاسف، اللي هو تقعد بقى تعمل كده بقى وتقعد تلف وشغل لا البي ان اف ده انا ما بقتنعش بيه نهائي. انت قصدك على الماسل انرجي. انت برضه ما بقتنعش بيه. لا بس هو بيزود. بص هو بيزود بس انا دايما ببقى عندي مشكله في انه يبقى الشخص ده انت بتقنعه بالتمرين. عايز تعمل ماسل انرجي، عايز تتشقلب معاه، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تقنعوش ان حاجه معينه سبيسيفيك هي اللي جابت له النتيجه. ماشي؟ يعني ما تاثر عشان اصل العيان اللي بيتاثر بكده لما بيروح لدكتور تاني لاي سبب انت سبته فيه هيبقى مقتنع بنفس الحاجه، ولو التاني ده ما عملوش الحاجه دي هيقول ده حمار ما بيفهمش. ماشي؟ فلما تعملوا ماسل انرجي تكنيك اعملها له بس مش لازم تقنعه بيها. الماسل انرجي تكنيك انا عمري ما استخدمتها، والحمد لله العيانين اللي اشتغلت معاهم اي تمرين جابوا رينج. انت حابب تستخدمها استخدمها مفيش مشكله. ان هي ممكن من مره واحده يعني تستخدمها مره واحده فاهم. ممكن تدخلها مره بالظبط. بس هي مش فعلا مش حاجه هتحل معاك. مش حاجه مهمه لدرجه ان انت تبقى هي دي اللي بتعملها. يعني تسيب التمارين وتقعد تعمل ماسل انرجي، لا، ما اعمل الحاجه اللي انت في ايدك. بتجيب في الاول اكيد بتجيب، لان هو برضو انت لما بتعملي له كونتراكشن بعد كده يريح بعدين يعمل كونتراكشن هو اصلا ذهنيا بيحس ان العضله شغاله وبتاع وبيبدا يجيب معاه رينج. بتقلل البين كده مع الوقت. ما انا لسه هقول هرجع بالصوره شويه. طيب اللي بعده دي بقى تمرينه السجود. انا قاعد اهو، لازم الطبيعي ان انا الجلوتس تلمس كعب رجلي. لو انا ما بلمسش يبقى انا محتاج اجيب فليكشن. يبقى انا مهم قوي ان انا اشوف الفليكشن بتاع الشخص ده في كل الاوضاع اللي هو ممكن يعملها في حياته. كويس؟ يبقى ما اجيبش فليكشن بس من هو سوباين، لازم احطه في الاوضاع اللي فيها لودنج عشان ابقى انا بحاول اعمل ايه، بحاول احسن له الفانكشن بتاعته. يبقى انا عشان احسن له الفانكشن اشوف هو بيعمل ايه في حياته فانكشنال
احط له فيها تمارين. حلو. فانا هخليه الاول يبقى رجله على صوابع رجله على الارض. هقول له انزل. اللي ما عندوش فليكشن او اللي عامل عمليه، هنقول ان العمليه في اليمين، هتلاقيه بصوا بيعمل كده. المفروض يلمس هنا، هتلاقيه بيعمل كده، بيشفت على رجله التانية ويطلع. ليه؟ لان هو مش قادر يجيب هنا. طب هل ده غلط؟ هو ده مش غلط. ممكن تخليه يعمل له مثلا 3 في 10 بالشكل ده، و3 في 10 تانيين. انزل لحد الرينج اللي تقدر عليه من غير ما تشفت على الرجل التانية واطلع. يبقى انا عملت له الاثنين عشان ما يحسش ان الاولاني طبيعي. الاولاني مش طبيعي. ولازم اديله دايما كلو، لازم اقول له انت بتشفت على رجلك التانية، ما تشفتش. طب هو مش قادر وبيشفت، يبقى اقول له طب انزل لحد الرينج اللي تقدر عليه وبعدين ابدا يطلع تاني للنورمال بوزيشن، وارجع ينزل للرينج اللي انت تقدر عليه. حلو. ايه تاني ممكن اجيب بيه فليكشن؟ الريفرس نوردكس بتشغل الكوادز. ده كان ريفرس. لا ده ما كانش ريفرس نوردك. الريفرس نوردك لازم ترجعي جسمك كله قطعه واحده. ارجع اهو قطعه واحده بالظبط. انا قعدت لورا. طيب هل الريفرس نوردك غلط؟ مفيش، مش هيزود الفليكشن، لان انا اصلا بخليه شيفت الفوكس ان هو يركز ان اماميته وبطنه شغالين. ماشي. هل ممكن يزود؟ يعني ممكن يزود بالحظ اندايركت كده، بس مش دايركت. يعني انا مش بقول له اتني ركبتك، انا دلوقتي الايم بتاعي ان انا اتني له ركبته. ممكن تعملي له ريفرس نوردكس كحاجه على جنب عشان تقوي الاماميه برضه. ينفع الريس نوردك في الستيج دي صعبه قوي يعني. في الستيج الاولانيه هيبقى صعب. ممكن لو حطيتي له بند يبقى سهل، بس ستيل هو رجله دي اضعف من دي بكتير، هتلاقيه بيشفت على رجله التانية. يبقى ملهاش لازمه في الاول، مش مهم قوي في الاول. اصلا معظم الحاجات اللي بحاول اعملها في الاي سي ال بحاول ان انا اعملها سنجل ليج في الاول، اول 3 شهور، لانه رجله التانية اصلا سليمه. اقول لك بقى في واحده بس لازم يبقى مخلص يعني عمل التمرين دي شويه مثلا، يعني ماشي. شهر مثلا، تمرين تبقى السجود سنجل بقى، يعني نفس الوضعيه دي تبقى سنجل. ازاي بقى؟ قدام. طلع دي قدام وانزل لورا صح على قد ما تقدر وارجع تاني عشان تجيب اخر الرينج صح. اللي هي الحته الاخيره. ممكن برضو تستخدم معاها بتاع البلانت الفاشيا ستريتش اللي هو بيعمل هنا بيجيب رجله قدام ورجله لورا. زي ما كنت عامل يعني بالظبط. كده خلي دي بقى تخليك تبني، ممكن تقرب رجله لقدام كمان. بالظبط. وبعد كده انزل اقعد ايوه عشان تنزل براحتك في اخر حته خالص في الرينج حتى. صح. طب تعالوا نعمل كلنا كده بتاعت السجود دي، نشوف هنوصل لاخر الرينج ولا لا. افتح التكييف. تمام. انا بدات اتحرص لي فما علينا، مش مشكله. ايوه كله يقعد بالظبط. انت جبت اخر الرينج، نقعد نجيب اخر الرينج كده، الجلوتس تلمس كعب رجلي. شوفوا بقى عندها منسكس اهي. خلوا بالكم بقى من حاجه، انه العيان بتاع الاي سي ال ده ركبته بتبقى سنسيتيف قوي في التاتش. كده ولا رجلي كده؟ الاولانيه اسهل، بعد كده ما بروجريشن خلي رجله تبقى كلها على الارض عشان ينزل اكتر. ماشي. في حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ العيان ده لما هيحط رجله على الارض هيتوجع، رجله اللي عامل فيها العمليه، يبقى لازم تحطه على سيرفيس طريه قوي. معاك مات خليها 4 موجوده في الجيم بتاعت الركبه أصلاً. بالظبط بتاعت الركبه. ممكن تحط له 2 و3 لان هو هتبقى ركبته سنسيتيف قوي، هتلاقيه بيتوجع. هو ده كده اللي هو يعتبر التول نيلينج هيب ثراست. ده تول نيلينج بس هو تول نيلينج هيب ثراست عشان تشغليها بالظبط. فانا قصدي ممكن بعد كده اخدها ده. ممكن بعد كده ايه؟ لا ممكن ده حاجه مختلفه. اكتيفيشن جلوتس ده تمرين جلوتس، لكن مش تمرين فتاني ركبه بالظبط. طيب ايه تاني ممكن نعمله فليكشن للركبه؟ يبقى الرون برضو ياخد رجليه عليه. حلو قوي صح. في فانكشن بتحتاج ان انا اعمل فليكشن، يعني انا بقالي مثلا سنه ما عملتش فليكشن قوي كده، ولا ده ما عملتش فليكشن قوي فمش محتاجاه. يعني في فانكشن. بصي لا انا شفت ناس كتير اللي هم بيجوا مثلا في الفيز الثالثه وبتاع بيبقوا عملوا تاهيل غلط، فما بيبقاش جايب فليكشن كامل، فبيبقى موجوع. لما بتجيبي له فليكشن كامل بيتحسن، فاهمه؟ فحاولي دايما في الاسسمنت تشوفي كل حاجه ليها علاقه بالركبه، اكستنشن كامل، فليكشن كامل، سترينث اماميه، سترينث خلفيه، اشوف كل ده عشان ابدا احط البلان بتاعتي. لكن عشان ده كان مثلا بيحصل معايا في الاول، بنسى اشوف رينج فليكشن، وهو لو ممكن يبقى مش جايب فليكشن للاخر، ممكن يبقى جايب شويه عادي، بس طول الوقت في بين وطول الوقت في انت موجوع ليه؟ لما بتيجي تبصي على رينج فليكشن بتلاقي في حاجه ناقصه، فلما بتشتغلي عليه
هو اصلا ممكن يبقى رينج فليكشن ده مضايقه بس نسي يقول لك. كان بيجي في ناس كتير ما بتقوليش ان هي ما بتعرفش تقعد قعده السجود الا بعد ما نبقى في اخر التاهيل. يقول لي اصل انا ما بعرفش اقعد قعده السجود. طب ما انت كنت قلت من الاول كنا اشتغلنا عليها. ايه تاني فليكشن؟ قلنا ينام على بطنه وياخد رجله عليه. انا ممكن ازقها له بس طبعا ما اتغباش عليه، ازق له بالراحه او اربط له بند في رجله واخليه يشد عليه واحده واحده بالراحه خالص. وطبعا كل الحاجات دي في الفيز الاولانيه يقدر يكرر التمارين دي في البيت كل يوم وكذا مره. مش هتعمل له فاتيج جامد زي ما احنا متوقعين يعني. حد عنده اي حاجه تاني في الني فليكشن؟ حد عنده اي انبوت تاني، تمارين تانية شافها؟ انا كل ده بتكلم في رينج مش بتكلم في تقويه. طيب في حاجه بنعملها بنستخدمها البايك. البايك زي دي كده هتخليه يجي لما يقعد عليها ويبدا يلعب واحده واحده مفيش بين، بيجيب فليكشن بالراحه. لو هو الطبيعي بتاعه ان هو يخلي الكرسي على 1 خلي له الكرسي على 4 عشان ركبته ما تتنيش للاخر لان هو هيبقى موجوع قوي. وخليه يبدا يشتغل بالبايك، هتفوق له الاماميه هتفوق له الخلفيه، هتخليه يجيب رينج واحده واحده لان هو بيبقى فيه بين بيدوس عليه سنه فبيعديه وبيدوس عليه سنه فبيعديه، فتخليه بقى احسن. طيب تعالوا نحط كده بس قبل ما نخش في الفيز اللي بعدها نحط بروجرام سريع كده لواحد لسه جاي لي النهارده ACL بقاله شهر. الدكتور قال له البس بريس، قلعها من اسبوع، فهو لسه فرد وتانيو مش جايبهم للاخر، فانا عايز اجيب له فرد وتانيو. هعمل له ايه في الساعه دي؟ في الساعه اللي عنده ورمه قليل يعني، ورم موجود بس مش حاجه جامده، وهو كان بيريبورت انه على مدار ال3 اسابيع اللي فاتوا الورم قل كتير عن قبل كده يعني. بعمل زي ما قلنا من الاول ان انا همرنه واحط له 7 تمارين. حلو. اكتر على الكوادز وهشتغل على بقيه الماسلز بتاعتي، هشتغل على الجلوتس، هشتغل على كل حاجه. طيب نحط بروجرام كده سريع. اولا لازم ابدا بايه؟ بان انا اجيب فليكشن واكستنشن. الرنجات موجوده ولا لسه؟ لا مفيش رنجات طبعا، ما هو بقى هو لسه بادئ تاهيل، ده هو لسه عامل العمليه ما بقالوش شهر. يبتدي بدي ويسيب ويحط وزن، والوزن ده ما يبقاش جامد، وممكن مره في مره لقيت الوزن ده بقى سهل بالنسبه له وبيجيب بيه ال5 دقايق احط له وزن اعلى منه عشان يجيب فرد اكتر. طيب ايه تاني ممكن اعمله كتمرين؟ ستريت ليج ريزز، بس هو في الاول كده مش جايب رينج قوي يعني، لسه في 10 ديجريز في الفليكشن او 15 في الاكستنشن سوري، هو مش جايبهم. لما يجي يشغل الليج ريزز مش هجيبها بالكوادز، مش هيبقى عامل الفانكشن اللي انا عايزها. ممكن احط له ايه تاني كفرد؟ كواد سيتس. حلو. او ايه؟ الفليكسورز برضه. الفليكسورز ازاي؟ الفليكسورز ممكن بالبند هو قاعد ان هو يحطه ويشد. بالظبط. ممكن برضه. فليكشن في نفس الوقت. اوكي ممكن يبقى انا ممكن اعمل له برضه ان انا احط له بند، مش عارف ده اللي قصدك عليه ولا لا، بس ان انا البسه بند. ده ده اكنك بتتني ركبه، كانك بتتني. ماشي انا افتكرتك بتتكلم عن حاجه تانية. مع نفس الوقت ايه اللي انا قلته اللي هو لا انا اللي انا كنت هقوله ان انا احط بند هنا صغير ماشي واثبت هنا واخليه يشد ويرجع. انا كده ما جيتش جنب الركبه اصلا، الركبه بتتني بس ما عملتش تمرين. انا بعمل فليكشن بسيط وفي نفس الوقت بشغل الهيب فليكسورز. الهيب فليكسورز معايا برضو مهمين، محتاج اشغلهم في الريهاب. يبقى انا كده حطيت تمرين بيجمعني ما بين حاجتين. طيب بعد كده عايز بقى اعمل له تمرين، انا بحاول اعمل تمرينين فرد وتمرينين تاني على الاقل في اول فيز لازم. فانا حطيت له اول واحد فرد، هحط له ايه تاني واحد فرد؟ هحط له مثلا فوم رولر اكستنشن، كواد سيتس. بس الكواد سيتس سهله يعني، الكواد سيتس ما فيهاش اي ريزيستنس، هو عشان لسه في الاول. اللي هو انهي اللي هو انت فارد ركبتك بالبند؟ لا ما قلناش بالبند، يبقى ممكن احط له بالبند. حطينا له 3 تمارين اكستنشن، هنحط له بعد كده 3 تمارين او تمارينين فليكشن، اخليه يقعد ويشد، اخليه يعمل تمرينه السجود، واخليه مثلا ممكن ما اخليهوش ينام على بطنه المره دي، اثبت له البروجرام ده شويه، بعدين بعد شهر ابدا اغيره له. طيب عايز احط له حاجه للفانكشن عموما في اخر بقى تمرينتين 3 كده. حلو قوي بقى، ممكن احط له مثلا حلو يعني ممكن اوقفه على بليت مثلا. دي بليت مش عاليه قوي، اجيب له اي حاجه في نفس الرينج ده كده واخليه يقف عليها واقول له انزل المس بالراحه واطلع.
شغلت جلوتس، شغلت كوادز، جبت شويه في الفليكشن في الرينج، فانا عملت كذا فانكشن انا عايزها في نفس الحاجه، اخليه يعمل مثلا 10 عدات في الرينج ده. طبعا هو ممكن يبقى ده متعب عليه، فممكن اجيب له حاجه اقل. وده لو عامل منسكس بصي هو لو عامل منسكس اصلا مش هيجيلك قبل 6 اسابيع من بعد العمليه لما الجراح يقول له شيل الدعامه. حسب ده ممكن لو مخيط منسكس. لو مخيط ممكن يجي، لو مخيط ممكن يجي. انت بقى هتشوفي، انت دايما بنمونيتور البين، ماشي. الجزء بتاع المنسكس اللي هو 6 اسابيع لازم يقعد في الدعامه ده، انا ما شفتلوش ابحاث، والبحثين اللي شفتهم قالوا ان مفيش ايفيدنس على الموضوع ده كونكلوسيف ان انا اقدر اقول 100% لازم يلبس. ما لقوش دامج. في ناس عملوا لها بروتوكول ان هو يقعد 6 اسابيع، وفي ناس لا، والناس اللي لا ما لقوش دامج. بس اوقات بتبقى السايز، السامبل سايز قليله. يعني ايه؟ يعني هو بحث واحد اتعمل على 20 شخص، ما اقدرش جنرالايز على البشر كلها، فانا محتاج 200 و500، فمحتاج ابحاث اكتر. فاحنا لازم نمشي على البروتوكول بتاع الجراح لحد ما ربنا يسهل ونشوف. في البريس لو ايزوليتد اي سي ال ريكونستراكشن شيلته اي سي ال بس، الايفيدنس واضحه بتقول انه ما لبسوش بريس. بس في المينيسكس مفيش ايفيدنس، فريسك اكيد لا، مش هريسك. يلبس بريس لحد ما الجراح يقول له اقلعه فيقلعه. كويس. قلنا ايه تاني؟ قلنا ممكن نشغل الجلوتس بان انا اعمل هيب بريدجز. قلنا ممكن نعمل ستيب داونز. ممكن اعمل posterior plank. يعني ايه posterior plank؟ يمكن انا بس مش عارفه اسمها ايه. هو طالع كده ويطلع جسمه كله فوق. بجسمه كله فوق هتبقى صعبه قوي في الاول. لو حط رجله على كوره. حتى لو حط رجله، ما هو رجله في رجل منهم ضايعه، خلفيه واماميه وكل حاجه. والكور برضه يعني ممكن اعمل له سيت ابس، سيت ابس عاديه خالص. خليه كله كده ينام على ظهره، نعمل سيت ابس بسرعه نحس ببطننا كده. احنا كلنا لسه في اول فيز. كل ده لسه في اول يوم. طيب هحط ايدي هنا واطلع بالراحه اعمل كرانشز وارجع. لازم احس ببطني، عشان هتلاقي عيان بيقول لك بحس بظهري. قول له اتني ظهرك وانت طالع، حس ببطنك. حط ايدك على بطنه، قول له بطنك اهي شغاله. في ناس عملت 3 ماتت. ايه؟ خلي صدرك يطلع لقدام ايوه. وينزل يلمس. طب انا لو هو قادر يعمل سيت ابس كامله، اطلع سيت ابس كامله كده. هيعمل، لا يعمل سيت ابس كامله، ما هو ده لسه اول شهر. ممكن يطلع سيت ابس كامله عادي، مش غلط خالص، بالعكس بشغل له حاجات تانية. حطيت البروجرام ده، مشيت معاه مثلا كده لمده اسبوعين، لقيت الدنيا بتتحسن وكله تمام. ابدا ادخل ايزومتريكس للاماميه. ماشي. عايز بقى اشغل الاماميه في سترينثنينج. هو الايزومتريك هيبقى اصعب من ايه؟ من من الفريكشن. طبعا. ما هو بيشغل بقى العضله بجد. يعني هو في الايزومتريك هيبقى بيشغلها بجد، فهو العضله فيه كونتراكشن وبتاع، فهيبقى صعب في الاول يعني. طيب عايزه اعمل له ايزومتريك للاماميه. اعمل ايه؟ بول. وبعدين يزقها. بس الوول سيت هيحمل على رجله الثانيه. ممكن انا ابقى قدام. لا ده هتبقى مميته. انا ممكن ابقى قدامه يزق البول وهو بيحاول يزق البول. بالظبط كده. زقي كده البول بايدك بس، مش محتاجه حاجه يعني. ماشي. او في حيطه طبعا. هزق. يعني هزق بالراحه خالص. ماشي. هو طبعا مش هيقدر اصلا يدي الفورس دي، وهقول له شغل، اتاكد ان الاماميه شغاله. ده ايزومتريك اهو. طيب اسيب. عملت مثلا 3 في 20 ثانيه. الايزومتريك دايما ببدا ب 15 او 20 ثانيه، وازود كل ما انا ببروجرس. ممكن اوصل لحد 60 ثانيه. كويس. هعمل الرجل اليمين المصابه بس ولا الاثنين؟ لو المصابه ميته ابدا بالمصابه بس، لكن لو المصابه فايقه معايا وتقدر تشتغل اعمل المصابه والسليمه، وممكن السليمه تزود فيها وزن. بس يعني لو المصابه ميته هو اصلا بيتعب، خليه في المصابه بس الاول. طيب ايه تاني ممكن اعمله كايزومتريك للاماميه؟ ممكن اخليه يقعد على جهاز الليج اكستنشن. نفس الفكره، بس ساعتها يبقى فيه اوبجكتيف ميجرمنت. يعني هحط له مثلا 50 كيلو، ثبت ال 50 كيلو دي، واقول له زق واثبت. هو مش هيقدر يرفعهم طبعا، مستحيل، بس هحط له وزن جامد واقول له اثبت في الرينج اللي هو اول ديجري في الليج اكستنشن، هات اخره واقول له يثبت. وبعدين ثبت مثلا 20 30 ثانيه، الدنيا بقت كويسه، علي الديجري شويه، ارفع الليج اكستنشن. الليج اكستنشن بيتحرك، ارفعه شويه فوق وثبت رجلك هنا وزق وثبت. نعمل ده مثلا 3 في 20 30 ثانيه برضه. كل شويه هتلاقيه بيتحسن، كل شويه هتلاقي
مثلا يعني، وده طبعا مش من اول مره، يعني برضو ده بتاخديه كبروجريشن. اول مره ممكن تلاقيه موجوع، خليه في ال90 زي ما هو، بعدين واحده واحده زوديها، خليه بعد كده في ال60. جاب معاكي انت داخله في الشهر الثاني، جاب معاكي اكستنشن فول، خلاص خليه يثبت في الفول اكستنشن، حطي له الوزن ويثبت. طبعا ساعتها مش تقدري تحطي 50، هتحطي 5 كيلو وتقولي له اثبت فوق، بعد كده تزودي تحطي 10 كيلو وتقولي له اثبت فوق، وهكذا. ايه تاني ممكن اعمله للكوادز؟ ان انا اشغلها في ايزومتريك. احمد كان قال من شويه وول سيتس، ممكن اعمل له وول سيتس بس فوق. الوول سيتس الطبيعيه ان انا ببقى قاعد 90. طيب هعملها هنا، مفيش مشكله، يثبت هنا كده. ممكن انزل سنه كمان لو سهله. اهم حاجه ان انا اساله معوض بالرجل التانية، هيقول لي او لا، ساعتها ابدا اغير او اشوف لو هعمل حاجه مختلفه. ايه هو اقعد كنت هتعملي ايه؟ يعني تحط له فوتي بول جنبها، فلو هو محمل على الرجل السليمه، لو هو محمل انا اشوف انديكيتور ان نبص بس كده هتوقعيه فعلا. طيب في حاجه تانية، الفوم رولر اكستنشن اللي احنا عملناها، لو بحط فوم رولر تحت رجلي وارفع، طب ما ثبته فوق. لو هو جايب ني اكستنشن كامل اقول له اطلع واثبت وعد لحد ما رجلك تفاير خلاص، وبعد كده ريح. في حاجه تانية، الباند ني اكستنشن ده ممكن اشده واثبت واقول له احسب تايم. يبقى كل التمارين اللي احنا اخدناها ممكن نعملها ايزومتريك. اعمل له جيت تريننج، دي مهمه قوي. يمشي، بص هو بتاع الاي سي ال او اي حد عنده مشكله تلاقيه دايما اللي هو ايه، بيحاول يرفع رجله المصابه دايما من على الارض بسرعه. ماشي، دايما حطي له هيردلز، حطي له حاجه عاليه اهو كده، واجيب دي هنا واقول له حاول تطلع رجليك من فوقيها، دي المصابه اهو. ماشي، ممكن اقف جنبها كده واقول له حاول توصل لمستوى الفوم رول اهو. ماشي، يبقى انا كده بعمل له شويه جيت تريننج. ممكن اقول له يشفت، اقف هنا كده، دي المصابه، اقف عليها وارجع، اقف عليها وارجع. طيب خليك هنا واقف عليها وارجع. هو طبعا لو ضعيفه قوي هتلاقيه بيعمل كده كده. اديله ستيك يمسكها ويبقى واخد منها سبورت شويه ويقف عليها، هتلاقيه بيعمل له 3 4 ثواني وبيرجع، بيعمل له 3 4 ثواني وبيرجع. حلو. طيب ايه تاني ممكن اعمله كجيت تريننج؟ ان انا ممكن اخليه يمشي لورا، انا هو واقف اقول له ارجع، بس اهم حاجه تتنيلي ركبتك، تتني ركبتك وترجع واحده واحده. طبعا دايما اتاكد ان وراه فاضي، ان هو مش هيقع، عشان ممكن يقع الاي سي ال يتقطع تاني. ممكن اخليه يمشي سايد ووكينج بالراحه من غير بند. التمرينه طبعا اللي هي ببند هلبسه بند هنا، خليها مونستر ووك، بس هي تبقى صعبه عليه، فانا هقول له امشي بالجنب، اعمل مثلا عندك من 30 40 50 عده وانت طالع. دي ما فيهاش مشكله ان انت تزود في العدات، لان هو في الحياه الحقيقيه بيمشي اكتر من كده بكتير. طيب ايوه، ما هي انا قلتها بس بالجنب، بس هو ممكن يعمل فعلا ويت شيفتنج لقدام ويرجع بالراحه، يعمل ويت شيفتنج لقدام واحده واحده، خليه نط تك ويرجع. بس هو طبعا في الاول مش هيقدر، بس ممكن البروجريشن بتاعنا انا اخليه يقف اهو ويرجع تاني. المهم بقى جدا في الحته بتاعه الشيفتنج دي، او ان انا اخليه جامب على رجل واحده، ان هو ما يعمليش كده. شايفين الحركه دي؟ هو هنا فرد على طول، معظم الناس اللي بتعمل كده، لو حتى بيجامب هو جامب وطلع على البوكس وراح ناطط عامل كده وراح فارد. لا، اعمل انزل في لاندنج بوزيشن، ركبتك متنيه وهنا اهو. لو انا بقى على رجلي الاثنين بنزل اثبت هنا، يبقى ما فريتش فجاه. كويس. نريح شويه، نريح 5 دقايق، ناكل